السلام عليكم. والله كما نعرفوا اليوم مقابلة مهمة معناها في الجولة الخامسة نتاع البطولة، خاصة معناها لونجو في الترتيب. لونجو خاصة في الترتيب نعرفوا معناها مقابلة كنا نجموا معناها نكونوا في ترتيب معناها خير. الفيزيونومي نتاع الماتش الحقيقة اليوم نتصور اللي سير لونسومبل على الماتش والفوليوم دو جو النتيجة ما كانتش معناها منطقية، خاصة بارابور ليفور اللي عملناه، خاصة في الشوط الثاني. الشوط الأول كانت لعبة متوازنة، وكان خاصة معناها فما فرص من الجانبين لهنا، وشفنا معناها فما بعض الحذر خاصة من لي ديزيكيب. بتاتر يمكن الريزلتا والونجو يمكن خلى شوية بتاتر ما نشوفوش معناها مستوى كبير. نحكي على فريقنا خاصة في الفترة الثانية، نتصور عملنا كل شيء اليوم. والله شوف، بعض الأوقات راهي تكون معناها الاختيارات اللي عندنا مجبورين عليها. اليوم كان تشوف معناها 72 ساعة التالي عملنا معناها مقابلة كبيرة في مونستير، وخاصة طلبت معناها مجهود بدني كبير. إذا كان في كل ماتش ما نشوفوش معناها ان تورنوفر موجود في الليكيب، ما نجموش نكونوا اشاك فوا نطلبوا خاصة في الريبلي ديفونسيف ولا في الليفور فيزيك لهنا من بلاعبي، سيرتو في اللونشينمون تاع لي ماتش هذو مع بعض. مي الحقيقة معناها لي جوار الكل اللي كانوا موجودين حاضرين، فما بلان جو من الاول نتبعوه، فما ناس معناها بتتر تبدا وفما ناس تكمل. اما نتصور انا حتى معناها المهمه اللي دخلوا عليها الاولاد من الاول كانوا ناجحين فيها، اي سورتو كو ما النجم الساحلي نتصور اليوم الفريق المنافس ما عمل حتى خطر، خاصه في الفتره الاولى شفنا حاجات بتاتر كان ديكا هكا كلهم يرجعوا لهم اغلب الوقت عديناه ارجع للفار ما ترجعش، واللي هو بالمناسبه معناها فما نقطه استفهام كبيره في حكايه الفار هذا. فرق ترجع لها الفار وفرق لا ما ترجعش للفار. فما ديزاكت نتاع اغريسيون سون بالون اللي نتصور الناس كل شافتها لهنا في اللاكت نتاع احمد خليل كاريمون معناها كو دو بوان بالنسبه لاحمد خليل، اغريسيون سون بالون اللي نعرفوها اللي في بالنا به اللي هي معناها كارتون روج ديريكتومون، ترجع للفار وبعد الفار تعطي كارتون جون بوان دانتيروغاسيون. فما ديزاكت صاروا في اخر الماتش كان نشوفوا تو اللي تراس عند الاولاد نتاع الاغريسيون بتاتر مينيموم تستحق باش على الاقل تثبت فيه. هذه نقطة بتاتر تخرج عن النطاق، خاطر بعض الأوقات صحيح احنا وعدنا جماهيرنا وديجا معناها لوبجيكتيف نتاعنا في كل ماتش باش نعطيوه 100% وباش نحاولوا معناها نسدونا فون لهنا ونحاولوا. من بعض الأوقات فما عوامل خارجة على نطاقنا بتاتر هي اللي تكون معناها متسببة الأولانية انك ما تنجمش تجيب 3 بوان. أول حاجة نتصور اللي الناس الكل اليوم شفنا معناها بالنسبة لجماهير النادي الأفريقي واللي هي الاستثناء نتصورها لقيناهم بصراحة في الأوقات الكل، في وقت الشدة في وقت الفرحة، جماهير معناها في أي وقت تلقاها تساند وساندت من الدقيقة الأولى لآخر دقيقة. الحقيقة أنا ما عنديش فكرة على شنو اللي صار، ونتصور ما نتصورش العكس معناها ما نتصورش اللي الجماهير تكون رايدة لهنا وحدها تحاول معناها باش يصير اللي يصير. نحن حاولنا نركز على مباراتنا لاخر لحظة معناها في التيران كما قلت لك، فما عامل الحظ في الاخر خاصة انكم شفتوا معناها النجم الساحلي 45 دقيقة الثانية الكل في المناطق نتاعهم هنا فاتوا معناها وصلنا كاريمون بدلنا ديسبوزيتيف معناها ابلوزير ريبريز، وصلنا نلعبوا بزوز في الوسط واربعة في الهجوم، وخلقنا كم هائل من الفرص. في الخمس دقائق الاخرانيين حتى المدافعين نتاعنا ولاو يلعبوا في المنطقة القدام، وجات لي زوكازيون كما قلت لك مع ايكيب تلعب كم بلوك بار هذيك 45 دقيقة كاملة حتى فرصة للفريق المنافس. الفرصة الوحيدة اللي صارت في آخر الماتش هذا بتاتر باش تقولوا عليه كانت معناها سبيتا ديزيكيليبر، شفنا معناها حتى الجارديان وصل يلعب القدام. دونك اليوم بتاتر شوية زاد عامل الحظ كان عنده دور كبير. والله المود اوردر قلت وانا قبل ديجا وين جبدنا لوبجيكتيف نتاعنا احنا كاطار فني ولا كاداره كل ماتش وماتشو كل ماتش باش نحاولوا معناها ما نبخلوش بحتى قطره عرق لهنا باش نحاولوا نجيبوا 3 بوان. ما عندناش مشكله لهنا نتاع جو، ماناش قاعدين نخمموا في حتى شيء، كل ماتش نخمموا فيه قاعدين معناها ماناش نلعبوا ولا نيغوسيو على اسمنا وعلى الاسم الكبير نتاع فريقنا. كل ماتش نحاولوا نعملوا المجهود الماكسيموم ونحاولوا نخدموا كل ماتش وماتش. بالنسبه للجماعه الجايه للماتش هذا راهو نحن الفرق المنافسه الكل عندنا كيف وكل ماتش نحضروه على حده نخدموا معناها لو ماكسيموم. يبقى ديما انا قلت اليوم بتاتر ديسيبسيون صغيره خاصه نعاودوا نرجعوا للغرفه نتاع الفار ولا كيكسوا، خاطر احنا توا ولينا بتاتر نلتجوا ساعات كما تشوفوا في اللي رونديفو هذوما الاربيتراج ايترونجي من بعض الاوقات لهنا فما حاجات حتى تتصلح شويه في التيران تلقى المشكله في غرفه الفار.
اليوم هاني قلت لك بتاتر تنجم انت تجتهد، خاطر في بعض الاوقات تغيظك اذا كان انت معناها تعمل ايفور كبير وفي الاخر بالكل تكون عوامل جانبيه وخارجيه هي السبب معناها في الهزيمه.